ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى غدانا ملوخيه ولوبيا ورز بالشعريه وفراخ محمره. روقت عليهم بقى النهارده كده، ونزلت جبت حزمه ملوخيه، وجبت نص كيلو طماطم بحاله، وجبت اللوبيا بقى ديت، رحت سلقاها بالشكل ده. وطبعا بتتنقع شويه وبعد كده بسلقها. وهنا رحت غليت الميه وحطيت فيها بصلايه وورق لورا، ورحت نازله بالفرخه في الميه بالشكل ده. وهسلق اللوبيا، وهنا هعمل رز بالشعرية. حطيت الشعرية وعليها السمنة والزيت، وهبتدي ان انا اقلب فيها بالشكل ده. هنا بقى كده حمرت الشعرية بالشكل ده، وبعد كده بقى هنزل عليها بالرز مغسول ومتصفي كويس وعليه الملح بتاعه. وهقلب بقى. اهم خطوة ان انتي تقلبي الرز مع الشعرية بعد ما تتحمر، عشان تغلفي الرز كده بالزيت والسمنة، وما يعجنش او ما يستويش منك، يعني يبقى تضمني ان هو كده هيستوي ان شاء الله. والمية تكون مغلية، ونحط المية بعد الرز بحاجة بسيطة علشان فيه شعرية. بس كده الرز بالشعرية خلص، وسلقت الفرخة. ونعمل بقى اللوبيا والملوخية اخر حاجة. هنا كده بشرت بصلاية رفيع مع شوية سمنة وزيت، وبعد كده حطيت آه نص كيلو الطماطم اللي انا ضربتهم في الخلاط دول، وعليهم ملح وفلفل وكزبرة. هنا بقى الرز كده بعد ما اتشرب، رحت مدياله تقليبة كده، وهغطيه واغطي عليه. بعد ما الصلصة اتسبكت، رحت نازلة بقى عليها باللوبيا المسلوقة، وهنزل بقى بتلات اربع كبشات شوربة كده، اللي بيطعموا بقى اي طبيخ بقى. وهغطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. كده كمان اللوبيا خلصت، يبقى ناقص اخر حاجة الملوخية، ويبقى خلصت الغدا النهاردة. الملوخية قطفتها وغسلتها كويس جدا كذا مرة، وبعد كده صفيتها ورحت مخرطاها، وغليت الشوربة ونزلت بيها كده في الشوربة، واديتها تقلبتين تلاتة. وبعد كده رحت عامله لها الطشة بتاعتها 4 فصوص توم مبشورين، ومعلقة سمنة وكزبرة ناشفة، ورحت نازلة بيهم على وش الحلة كده. وكان احلى غدا، وملحقتش اصور لان احنا كنا جعانين جدا